علشان تعرف انت عايز تعمل ايه بفلوسك لازم تفهم الاول الفرق ما بين الادخار والاستثمار علشان تقدر تاخد القرار الصح. وقبل ما اقولك انا احمد عامر وده علم الجيب. ركز معايا، هنفترض ان هو ده الادخار وده الاستثمار. في الادخار انت بتجمع فلوسك على بعض بهدف تحويشها، انما في الاستثمار بتحط فلوسك في اصل مالي بهدف انك تكبرها. الادخار عامل زي الطريق المنور الامن وبيخليك مطمئن، بس الاستثمار طريق مليان بالمخاطره، زي ما ممكن تكسب كتير ممكن تخسر. اوعى تكون فاكر ان الادخار مفيهوش مخاطر، تبقى غلطان، لان في الطريق ده ممكن تلاقي اتنين يطلعوا عليك يغيروا حساباتك كلها، وهم خطر التعويم زي ما بيقولوا العمله المرنه، وكمان خطر التضخم. انما في الاستثمار لما بتقابل الخطرين دول هيكون عندك مرونه اكبر في التعامل معاهم، لان فلوسك مربوطه بالسلع والخدمات اللي بتستثمر فيها واللي غالبا سعرها هيرتفع، وبالتالي قيمه اصولك بتزيد. في الحالتين انا مش بنصحك بالادخار بس او الاستثمار بس، لان الاتنين مهمين جدا. الاحسن ليك انك تنوع محفظتك وتقسمها بطريقه تقلل منها خسائرك وتعظم بيها مواردك الماليه. قولوا لي في الكومنتس انتوا بتفضلوا تدخروا فلوسكم ولا تستثمروها؟